أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. وزي ما عودناكم إن إحنا بننشر كل أسبوع في يوم الجمعة فيديو، وبننشر شورت على الفيسبوك. بس مش تحت شرط إن أنا بصور النهاردة بنشر النهاردة، يعني أنا ممكن اللي بصور ده يتنشر الأسبوع الجاي، بحيث إن أنا بيبقى فيه عندي فيديوهات، وده بعدين يعني اللي هو ماسك القناة بيسيستم الحياة اللي عندي جاهزة، بتبقى نازلة واحدة ورا واحدة ورا واحدة، بحيث إن أنت وأنت بتتفرج بتبقى شايف الوردية دي لسه خضرة، وبعد كده حمرت، وبعد كده نشفت، وبعد كده يبست، وبعد كده نزلت، وكده يعني تقدم كده. مثلا زرعنا ومرة احنا كنا جايبين لك الطماطم صغيرة، النهاردة مثلا نجيبها لك وهي مربية زي كده ها، بعد كده هتجي لك وهي صفرة وهي حمراء، وتحس كده. يعني ما ينفعش ان انا اعمل فيديو وانزله في نفس اليوم يكون لسه مثلا اللي قبله ما نزلش، ببقى ماشي معاك بالتدريج كده مثلا. وزي ما انتم شايفين كده عندنا التين برضه كويس اهو، بس المشكله في التينه دي ان هي مليانه دود. ليه مش عارف. هي فيها طرح كتير وكل حاجه، ويعني الاسبوع اللي فات كان فيها واحده طيبه، فلما شلتها لقيتها مليانه دود بصراحه. المشكله بتاعت التين دي انا بصراحه ما اعرفهاش ايه اللي ترشلها ولا ايه اللي تعملها. السنه دي همشي معاها زي ما هي عايزه كده خلاص. لكن بالنسبة للعنب، في ورق بيبقوا واكله زي الجراد كده اهو. لو بصيت الورقة دي هتلاقيها هي واكلة العروق ومسيبة الورقة التانية هنا كده حتى في الكتاب، لكن ما بيأذيش العنب. حي العنب قاعد زي ما هو. العنقود اللي بيطيب بجبه، وبديها برضه يعني كده ممكن 3 أيام مية في الأسبوع مع السماد اللي أنا وريتكم في الأول، بحيث إن هو يدي حجم حلو للثمرة يعني. ده الباذنجان اللي احنا زرعناه قبل كده اهو، حاليا مزهر اهو. كان مزهر اكتر من كده، بس النطرة اللي فيه حاجات كتيرة نزلت. اللي هناك دي عاد ممكن تكون زرعت في الاول قبلها باسبوع، بقي فيها باذنجانية صغيرة، شايفين ازاي؟ خلاص يعني هتبتدي تطلع من الغلاف بتاعها، وفيها برضو زهر كتير. والله هي اي حاجة تزرعها يعني مش هتخسر معاك، وعلى حسب التربة اللي تحتيها. لو في تربة كويسة هي بتنمو بسرعة. وده بعد ما كان كله كومبوست حيواني مع حاجات من المطبخ. الوقت ابتدت هي بقت طينة خلاص، بقت تربة ممكن ازرع فيها. في الاول كنت ازرع فيها يموت من كتر ما هي سخنة، لكن دلوقتي عادي. زرعت فيها الخيار اهو، شايفين الخيار رايح فين كده. هو انا كنت زارع خيار مع اناناس، بس مش عارف بصراحة دي خيار ولا اناناس. ممكن تبقى اناناس لان الورقة بتاعتها. ودي برضو بازيليكو كنت جايبها من السلونجا، شتلتها في كذا حاجة يعني. فكده كده يبقى التربة نفسها خلاص تستعد ان هي تطلع نموات للزرع يعني. هنا الطماطم دي معانا برضو بقت علوة الرجل، شايف؟ انا ربطها بحبل بحيث ان هي تقيلة يعني، بس بعد كده عايز اعمل لها مدادات كده لفوق، بحيث ان هي اخر السور مش هينفع ان هي تطلع اكتر من كده تاني. هي فيها زهر بس ضعيفة خالص، معرفش ممكن من كتر المية اللي هي، شايفين الزهر ازاي؟ من كتر المية بتاعت النطرة، وهي المفروض كانت تعطش. شايفين المشكلة اللي عندي في التين ازاي؟ تعالى كده، شايف الدودة دي؟ هي الدودة دي اللي بتاكل الزرع كله، عاملة بيوت جوه ها. المن الدقيقة دي حشرة، اللي جواها دي حشرة برضه. واحدة طلعت والتانية في الكيس بتاعها. شايفين واكلين الورق ازاي هنا؟ ما عنديش فكرة عن السماد هنا خالص، او ما بحبوش بصراحة السماد اللي هو بيجيبوه يسمدوا بيه الزرع.
هنشوف مثلا لو ليها حل دي ولا حاجة، بدل ما هو كل ما احنا نزرع كده هو ياكل على الجاهز. او لو انتوا برضو تعرفوا حاجة معينة بحيث ان احنا نكون الزراعة يعني في المشوار ده يكون كويس، او لو احنا لقينا حل برضه هنقول لكم في الاسبوع الجاي او اللي بعديه على حسب ما ربنا يرتب. دي صبارة طلع جديد، شايفين انا بصراحة لقيتها مرمية في الشارع، طلعت نموات من هنا، شايفين طلعت والدة تانية. انا شفتها كانت ناشفة، بس هو من نوع الصبار اللي انت لو حتى نشفت معاك وخليتها اسبوع بعيد عن المية والبتاع دي تستحمل عادي. اول مرة كنت اعملها، فاول ما مسكتها ده كلها اتملت شوك. شكل البرنجال تاني برضه كل واحدة على حسب التربة اللي تحتيها على فكرة، مش تحت شرط ان هي كلهم مزرعين مع بعضهم يبقى كلهم زي بعض. وده مثلا عباد شمس، عباد شمس ربى بتاع هنا ولسه مكملش حتى شبرين. زارعين برضه شتلات كتيرة طالعة جديدة من فلفل، ده فلفل اصفر ده بعدين هيبقى ده. وده زرع اللي هو بيسرع على الصورة، انا زارعه من هنا اهو كده صالح كده اهو لحد هنا اهو. بيسرح وممكن يجدر من هنا عادي ويطلع نموات تاني، بس لسه صغير. فكرة تانية انا لما تركت الفراخ في المحمية كانوا كل الزرع اللي تحت في الارض، ما خلوش غير السيل الكبير اللي زي كده. ففكرت ان بعد كده لو انا زرعت اي حاجة هناك هتتاكل. لو رحت زرعت جراو شامي في حاجات زي كده وهنقولها بعد كده في الارض المباشرة، دي بتبقى نمواته سريعة يعني. ده الاسبوع بالظبط، والكوباية بتاعته مخرمة اهو. اناناس وجراو تاني اهو، بحيث ان انا اول ما ازرعه يبقى هو كأنه اديله اسبوع او اكتر من اسبوع في الارض يعني. ده شامي طبعا مزروع مع المكسرات دي، نعناع، ريحان لسه ما بازيليكو او ريحان زي ما يسموه كل واحد يسميه ببلده، لسه الحاجات دي مش هتداش. بجيبها زي كده وبشتلها بصراحة يعني. ممكن انقل كل اتنين مع بعض، كل التلاتة مع بعض، ريحته فزاعة. وعقد التين انا زرعتها من شهر واحد، عايز اقول لكم مليت المحمية كلها عقد تين، اللي نفعت واللي ما نفعش ما نفعش. لكن الورد الحلو ده كنت جايب التجاوب بتاعته من في حتة انا معمولة جنبينا من على النابليو، لما بتطير الزهرة بتاعتها دي بيبقى فيها زي البرسيم كده من جوه التجاوب بتاعتها. فجبتها وبدأتها في الأرض وهي طلعت بعد ممكن تقريبا سنة، أول ما يجي معاها بتطلع. وهناك برضه في واحدة زيها بس شكلها حلو خالص، اللي هناك لسه جديد. شايفين العنبة هنا لما أنا عملتها طلعت فين؟ طلعت علو المحمية كده، هتخش فوق كده عادي وهجيها أخليها تلف فوق عادي. عندي الزرعان اللي هناك دي التانية دي، بس دي زرع الزينة. زينة بص مزروعة هنا برضه، دي جايبها من على النافيليو بصراحة، بجيب التجاوب بتاعتها. شايفين عاملة زي العنب وصلت لحد فين؟ هناك برضه دي هخليها تطلع على المحمية هناك، هي ليها افرح كتير طالعة، دي اللي هخليها تطلع من هنا كده. بس هي محتاجة حبال ومحتاجة حاجات خيط تطلع عليها. فكل اسبوع كده الواحد بيعمل حاجة، لان انا ما عنديش غير يوم واحد بس اللي بشتغل فيه في المحمية. ولو مثلا عندي فيديوهات جاهزة ما بشتغلش في نفس اليوم وما بصورش بصراحة، لان مش كل يوم انا بصور. صباح الخير يا حاج.
الفرخة خلت الأرض كلها سودة، ما خلتليش حاجة مزروعة خالص خالص خالص. يعني كان بيبقى مثلا مزروع هنا نجيلة بتاع، حتى الطماطم كلتها نسفتها نسف، والباذنجان البتاع ده اللي جابه من مصر اسمه هو البصل، النعناع، كل اللي زرع مفيش غير الحياة اللي هي متقدرش تاكلها هي بس اللي قاعدة هنا، لكن كله تاكل. ودي ورداية كنت جايبها برضو من الليدن، بوظت لي الدنيا انت، واحدة بس بوظت لي الدنيا. تعالي هنا خدي هنا، اعملها كده، خدي تعالي هنا. بس الفراخ خلي بالكم لما تطلق حاجة زي كده مفيش حاجة اسمها عيانة ولا أي حاجة، بتبقى صحتها ما شاء الله عليها يعني. وانا عندنا جوز الكوكتيل برضه لسه نايم على البيض، بس يكفي المرة دي يطلع هناك اهو في العلبة بتاعته دي. من بره هنا مش هنجيبها. النهارده لازم انا اعمل ايه؟ احبس الفرخة دي في مكان ما تطلعش هنا تاني، عشان لما ازرع الجراو او الدرشمية ما تاكلهاش. ده الافوكاتو اللي احنا زرعناه مع بعض في كوباية. النهارده برضه هنزرعه جوه القصرية بتاعته دي. شديدة، هسيبها كم يوم كده لحد ما تنشف، عشان بحس ان انا اول ما اطلعها بحس ان هي سهلة معايا. دي العنب نموها واقف عادي، شايف نموها واقف من قلة الحاجات اللي في المحمية هنا. بصراحة ما بدهاش سماد ولا اي حاجة، ليه؟ عشان خاطر بقول تحتها هاردة كتيرة. صدقوني موضوع الزراعة وتربية الطيور والحيوانات دي متعة متعة. أي حد يربيهم ولا يزرعهم ولا يعمل حاجة زي كده مش هيقدر بعد كده يبطل، يعني من الصعب إن أنت تقدر تمارس حاجة زي كده وتبطلها. أنا كنت ما بلاقيش حاجة بزرع جوا البلكونة، طماطم وخيار والحاجة اللي أقدر أزرعها، مش تحت شرط إن أنا عشان ما عنديش مساحة يبقى كده حتى الفرخة تاكل. وهذا الموضوع اللي احنا هنعزقه ده كده، نكون النهارده وصلنا معاكم لنهاية الأسبوع أو نهاية الحلقة في الأسبوع ده. انتظرونا الأسبوع الجاي وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.